الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام أبي إسحاق الكبير رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فاتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق. ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غضيض بها حتى إذا منت انتبهتا، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبتا، إلى ما فيه حظك لو عقلتا، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللتا، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريتا، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبتا، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردتا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنتا، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددتا، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأحسن ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصقر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، ستذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا، وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت.